مساء الخير عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف صحة وبألف خير. النهاردة هنعمل مع بعض اللفت، مخلل اللفت ومخلل الليمون. هنعمله بطريقة سهلة جدا، هتعتمديها على طول. احلى ما تشتريه من برا، على الاقل هتكوني حاجتك ضمناها والملح مظبطاه. هنعمله بطريقة جميلة. يلا مع بعض نشوف هنعمله ازاي. وهو اللفت بتاعي اهو. طبعا انا غسلته كده غسله، عشان لسه هغسله تاني وانقعه في الميه بعد ما اقطعه. هنعمله مع بعض قطعتها حلقات بالشكل ده. بصي حتى الكبيره مش فاضيه ولا حاجه، لا جميله. هبتدي هقطعه معاكم بصي بالشكل دوت. زي الجاهز بالظبط، بس ده انضف. تقدري تظبطي الملح بتاعك. التاني ممكن يبقى مالح جدا مش قادره تاكليه. اهم حاجه كمان وهو زي ما انت شايفه غسلته كويس وصفيته وحطيته في قلب الطبقين دول. هنزل بقى بالملح، يعني حوالي كده هو كل طبق كده هو 3-4 معالق كبار، يعني دول مش شرط. واحاول كده هو تقلبه كويس. قلبته كويس بايدي، مسكت كمان الطبق وقلبته من تحت لفوق. هسيبه بقى ليلة كاملة، وبعد كده هنخلله مع بعض هوريكم ازاي. وهو اللون بقى زي ما انت شايفاه. ابتدي بقى وانا مليت البرطمان كله، ابتدي انزل. مش لازم تخليه لون اللي هو الفاقع قوي ده، لا، ده لون كده وردي جميل. طبعا لو ما كفاش معاكي تكملي لتر تاني برضو نفس دوت. وهو بعد ما خلصته وبقى بالشكل دوت، ابتدي بقى اغطيه بالطريقه دي واقفله خالص، وما افتحش عليه قبل اسبوع. ما اجيش ناحيته خالص، ما اجيش ناحيته. وهي الميه بتاعتي غليت، هبتدي انزل بالليمون. وابتدي اسلقه، يعني بالظبط كده اهوت. مش هكمل 7 دقايق. طبعا انا هوريكي هسلقه ازاي. اهو حطيت الكميه بتاعتي كلها، استنى اول ما يغلي اقلبه الناحيه التانية، يبقى تعرفي ان هو كله استوى. افضل انزله كده اهوت عشان الميه توصل له كله. هو كان عايز حله اكبر بس مش مشكله. اهي بصي هتبقى فتحه صغيره جدا، بس شايفه الفتحه اهي، الفتحه الصغيره اهي تبقى يعمل زي فتحه صغيره من الجنب كده، تعرفي ان هو استوى وتطفي عليه على طول. وهو الليمون زي ما قلت لك، اهو الليمون زي ما قلت لك فتحته اهي. ممكن تفتحيه فتحتين عادي خالص. انا مفتحاه فتحه واحده. مرضيش اطول عليكم الفيديو، مرضيش اطول معاكم الفيديو. انا دلوقتي معايا الحشوه، هبتدي اعمل الحشوه. الحشوه بتاعتي معلقتين هريسه شطه، عليهم نص كوبايه او ما يعادل 3 معالق كبار، مش مشكله. عصفر
معلقه حبه البركه. انا مش هحط اكتر من معلقه عشان ما يغمقش معايا. معلقه كبيره برضو عشان اكملها كده اهو. معلقه كبيره. كوبايه ملح. ربع كوبايه خل. ربع كوبايه خل. دي زي ما قلت لك فتحه صغيره، ممكن تبقى من الجنب عادي مكان ما اتسلقت او اتهرت منك، وفي القلب الفتحه وابتدي احطها. الباقي طبعا ما تقلقيش منه، هضيفه كله. قلب الطبق. وهو بقى اللي فضل بعد ما حطيته كله في البرطمان، ابتدي بقى انزله زي ما اهو، زي ما انت شايفه. بصي اللون الجميل ازاي. اخر واحده دي المفروض ان انا اطلعها، بس ايه، قلت اضغط وادخلهم كلهم مع بعض. احط كيس تلاجة، ابتدي اقفله كويس جدا. وهو بعد ما خلصت الليفت والليمون اهو عملته زي ما انت شايفه، شكله روعه ازاي. بجد بجد طريقه سهله. ولو عجبك الفيديو ما تنسانيش في اللايك والشير والاشتراك في القناه عشان يوصلك كل جديد. باي باي.